أعزائي متابعيني أهلا بيكم. النهاردة هتكلم في موضوع مهم جدا بيهم ناس كتير، وهم بيهم معظم أصحاب معارض الموبيليا ومصنع الموبيليا وورش الموبيليا. خلال الفترة اللي فاتت احنا لاحظنا حاجة غريبة جدا بتحصل. لاحظنا مش كل العملاء ولكن معظم العملاء وعدد كبير منهم لما بيستلم بيت عفش بيته خلاص هو مش عايز، لو عليه فلوس مش عايز يدفعها. انا ما اعرفش، يعني دي ظاهره غريبه جدا. ممكن السبب الغلو اللي احنا فيه، ممكن السبب ضغوط الحياه، بس يعني اكل العرق، يعني ده حتى يعني ربنا وصانا ان كل واحد حقوق الناس، يا جماعه حقوق الناس تاخدها، لكن موضوع انك تستحل حقوق الناس لا، ده حرام. ده اكل السحت، ده من ضمن اكل السحت. طبعا اكل السحت حاجات كتير جدا، من ضمنهم ان انت بتستحل عرق العامل اللي بيعمل لك شغلك. الحاجة الغريبة ان انا لاحظتها، يعني انا على سبيل المثال عملت فرش بيت لحد، وبعد ما عملت له فرش البيت مصور معاه فيديو شغل كويس وعلى اكمل وجه وزي الفل، وبعد لما اخد الشغل بتاعه لا، فجأة اكتشف ان هو بايظ ووحش ومحتاج يتدهن ومحتاج يتفك تاني ومحتاج يتصلح. ايه ما انت الفيديو زي الفل وانت مصور معايا وبتقول اني زي الفل، فجأة كده بقى وحش؟ مجرد ما طلبت حقي بقى الشغل وحش؟ لا حرام. علشان كده انا من خلال الفيديو بتاعي بنصح معارض الموبيليا ما تسلمش الشغل بتاع العميل لما تاخد فلوسك. خد فلوسك الاول وسيبك بقى من اللي يقعد يقول لك لا مش هدفع. اللي مش عايز يدفع ده هو مش هيدفع. لما يجي يقول لك انا مش هدفع الا لما الحاجه تجي لي البيت، يبقى هو مش ناوي يدفع، لان ده اللي احنا اتعودنا عليه خلال سنين طويله جدا في صناعه الموبيليا. طالما العميل مش عايز يدفع يبقى مش هيدفع، وساعه لما بتروح له الحاجه بيبقى يعني حضراتكم كلكم عارفين. علشان كده انا بنصح صحاب معارض الموبيليا خلي بالكم. في نهايه اللقاء بشكركم شكرا جزيلا، والى اللقاء. تحياتي اشرف شندي، فنان الرحاب.